السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على حضراتكم في قول كورة. النهارده معانا مباراة الزمالك والاتجاه الصومالي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. بعد الفاصل هنتكلم عن تشكيل الزمالك وهنتكلم عن حاجة واحدة بس عملها فريرة في المباراة. حاجة واحدة بس عملها فريرة في المباراة ما عملش. قبل ما نتكلم عن الحاجة واحدة بس اللي عملها فريرة دي هنقول تشكيل الزمالك. الزمالك بدأ تشكيل مكون من صبحي، عمر جابر، الونش، حسام عبد المجيد وفتوح. النص بدأ بأحمد ربيع في مركز 6، يمينه ناصر ماهر، على شماله أحمد حمدي، وفي الهجوم خوان بيسيرا وعمرو ناصر وأحمد شريف. ده التشكيل اللي بدأ بيه فريرا المباراة النهارده. في الحقيقة يعني المباراة فنيا مش هنتكلم عن مباراة فنيا، لأن يعني طبعا ضعف المنافس. يعني طبعا احنا هنتكلم عن الكورة في الصومال، في تشاد، في جيبوتي، الكورة شبه بعضها. فرق بتبقى قليلة أفريقية، وده طبعا يعني مش عيب. احنا بنتكلم عن مستوى كورة موجود في البلد. لا، الكورة في الصومال كورة قليلة جدا، ويعني الفرق حتى ما عندهاش ملاعب يعني ابروفد، الملاعب معتمدة من الفيفا، وبتيجي تلعب مع الفرق على ملاعبها. يعني الماتشين ان شاء الله الماتشين موجودين هنا في القاهرة. الماتش الاولاني بتاع الزمالك هو اللي بيلعب في استاد القاهرة، الماتش الثاني برضه هيبقى هنا تقريبا في استاد السلام. فالكورة قليلة جدا في الصومال، المنافس قليل جدا، فمش هنتكلم على فنيات. النهارده الحلقة عندنا الحلقه ما فيهاش فنيات، مش هنتكلم على فنيات، بس هنتكلم عن حاجه واحده بس. هنتكلم حاجه واحده اللي عملها فريرا، هي الجديه. المباراه ما كانش فيها اي حاجه غير الجديه. الجديه، لا انا عايز اكسب ايا كان قوه المنافس، منافس قليل منافس قوي، لا انا في جديه، انا عايز اكسب المباراه. طبعا المنافس كان في مستوى بعيد جدا عن مستوى الفرق حتى الموجوده في الدوري كلها. في فرق رهيب بينه وبين مستوى نادي الزمالك. بس اللي احنا شفناه، لا، اللعيبه بتلعب، اللعيبه عايزه تهدف، اللعيبه عايزه جوان، وبدال الجوان عايزين يجيبوا 5 و6 و10. ده اللي احنا شفناه، وده الاداء اللي شفناه جوه المباراه. فعلا اللعيبه عايزه تهدف، وراح فرص كتير جايه من الزمالك. يعني لو كانت تم استغلال الفرص ده زي المؤتمر الصحفي طلع فيه فريرا، كان بيتكلم نجيب 10 12 فعلا. الزمالك كان ممكن يجيب، بس اللي انا عايز اقوله، لا انا معايا الكوره، انا عايز اوصل، انا عايز اجيب جوان. دي حاجه مهمه جدا، لان انت ساعات لما بنتكلم كده بلغه الكوره، لما بلعب منافس اقل مني بحس ان في تهاون، في تراخي. الكلام ده انا ما شفتوش في المباراه. انا شايف الزمالك كل كوره كان بياخدها كان بيبقى عايز يوصل، عايز يجيب جون. الحته ساعات ادخل من العمق شويه، الدنيا مكركبه شويه، ما اعرفش اوصل، الكوره تتقطع، مفيش مشكله. بس الفكره كلها ان انت في كل هجمه لازم اوصل ل 18 عشان احاول اهدف او اجيب جون. ده اللي احنا شفناه، وخاصه في الشوط الثاني. الفرقه خلاص بقى 3 اهداف خدوها في الشوط الاول. الفرقه في الشوط الثاني هي كده كده فاتحه اساسا. يعني دي كده في طوال المباراه ما فاتحين الملعب على الكره على قدهم، واحنا بنقول عليه فريق طيب. يعني لما بنتكلم لغه الكوره كده، فرقه زي دي كده ده، لا بنتكلم ايه، فريق طيب ومؤدب، يعني ملوش انياب، لا يعني تقدر تكسبه بسهوله. فبصراحه اللي احنا شفناه، لا في جديه من فريرا في الملعب. الجديه دي وصلت الزمالك للنتيجه الكبيره، بنتكلم عن 6-0 كانت ممكن تزيد. لا، اللي احنا بقى عايزين نتكلم مع فريرا ايه، ان ساعات بتقفل على اخوان بسيرة. عايزين هنا دور المدير الفني. انا دور المدير الفني لو اتقفل على الراجل ده على الخط، ايه دورك؟ الراجل ده في ماتش زي دي ممكن احركه زي جوه الملعب، يعني ممكن احركه من على الطرف واقول له لا تعالى العب لي في مركز 10. عايزين نشوف ادوار مختلفه للعيب ده يعمل معاك فرق. اللعيب ده مهاري جدا، اللعيب ده بيقدر يوصلك. لا انا بالنسبه لي ماتش زي ده وماتش سهل زي ده، لا زي ما انت عملت كده جربت لعيبه كتير قوي ونزلت لعيبه كتير تجربها خلال المباراه. لا انا عايز من داخل المباراه، انا عايزك تجرب تحط اخوان بسيره ده في ادوار مختلفه. يعني العبه رقم 10، العبه حر في الملعب، اديله شوط كامل. لا انت كده خلاص سيبك الحته دي، ما تلعبش ناحيه اليمين، عايزك تتحرك في الملعب، عايزك تفتح الملعب، عايزك توصل الناس اكتر ما انت تجيب اهداف. انا شايف اللعيب ده محتاج شويه توجيه. زي كده ما بنيجي نتكلم على شيكو بانزا ده، ودماغ شيكو بانزا ده لعيب، يعني بلغه الكوره احنا بنقول كده ممكن تكون دماغه تعبان. يعني لعيب ممكن يطلع منه كوره، وممكن تلاقيه لعيب كويس جدا، بس على طول كده دماغه تحس ان فيها ايه، في حاجه مش مظبوطه. في حاجه مش مظبوطه دي ما تقدرش تعتمد عليها. انا بالنسبه لي كمدرب ما اقدرش اعتمد عليه، لان لعيبه كل شويه يبقى مودي فوق، فانا مش عايز العب، اعمل مشاكل، انا مش موجود. طب لا انا عايز اداء ثابت. اللعيب اللي هيبقى عنده اداء ثابت هو اللي انا هدفع بيه في كل مباراه. فاحنا طالبين من فيريرا آه ازاي يوجد ادوار مختلفه لاخوان بسير، مهم جدا.
وانا شايف ان احمد حمدي بيعود من ماتش للتاني. احمد حمدي لعيب عنده كوره عاليه، يعني انا احمد حمدي وعبد الله السعيد كده انا بعتبرهم دول فاكهه كوره، يعني احب الكوره تبقى في رجليهم، يعني زي فكره كده ابو تريكه، انا احب الكوره في رجل ابو تريكه على طول، هيوصلني كوره في رجل وليد صلاح، وليد صلاح الدين على الاهلي، احب رجل الكوره في رجل حسام، في رجل حازم امام على طول. يعني في لعيبه كده تحب ان انت الكوره توصل لها عشان تشوف كوره حلوه. فانا شايف ان احمد حمدي بيرجع من المباراه للثانيه، اللياقه بتزيد، الفكره بس عايزين منك شويه تركيز على المرمى، الفرص اللي بتجيلك دي لا انت لعيب حريف على طول استخدم دماغك، حط بطن الرجل ما تعلاش، زاويه اللي محتاجه تتشاط، اللي محتاجه تمويهه او تعديه واروح بيها. لا يعني انا شايف طبعا الاداء بتاعك بيعلى من المباراه الثانيه، وان شاء الله اللي جاي افضل. المباراة زي ما اتكلمنا كده ما كانش فيها حاجة كتير غير إن الجدية اللي شفناها من المدرب ولاعيبته، هم عايزين يوصلوا أكبر عدد من الأهداف، وقد كان الزمالك سجل 6 أهداف. برضه مدير فني جرب عدد كبير جدا من اللعيبة، عمل تغييرات كاملة، شاف كل لعيبة. عايزين برضه بعض اللعيبة زي المباراة الجاية كده نشوف تغيير أدوار داخل الملعب، ده مهم جدا عشان الزمالك نقدر نشوف لو الدنيا قفلت عليه في مباراة الدوري أو في مباراة أفريقيا إيه الحلول اللي داخل الملعب اللي يقدر يعملها المدير الفني. يعني ده كان في عجاله كده المباراه انتهت 6-0، الاجوان احمد شريف وعثمان بسيره الهدف الثاني، الهدف الثالث عمرو ناصر، الهدف الرابع سيف الجزيري، الهدف الخامس عثمان بسيره، الهدف السادس سيف جعفر، وكان ممكن يبقى فيه سابع وثامن وتاسع. دي نتيجه 6-0. المباراه ما كانش فيها كلام كتير فنيا عشان طبعا زي ما اتكلمنا كده على المنافس يعني كان مستوى، يعني اسفين احنا نقول كده بس مستوى ضعيف جدا. نتمنى طبعا فوز نادي الزمالك في المباراه الجايه زي ما اتمنى فوز النادي الاهلي، نتمنى فوز نادي الزمالك في المباراه الجايه، وان شاء الله نشوف اداء يعلى. وعايزين الزمالك يعني الزمالك جاي، يعني احنا بنتكلم في الدوري وفقدان نقط وتعادلات وممكن هزيمه وبتاع، بس الزمالك قدامه بتتكلم على الدور الاول بالكامل عشان نشوف شكل شويه للزمالك. الزمالك كان بعيد جدا الموسم اللي فاتت، يعني الزمالك بيبتدي، فانا شايف ان المدرب ده ياخد فتره سنتين مع النادي عشان تقدر تشوف اداء ويبني فريق. ايا كان هنافس على البطوله، هاخد البطوله السنه دي مش هاخد البطوله، بس انا بقول لا يتاسس فريق، لان اللي حصل في الزمالك السنه السابقه دي وقع اي فريق. يعني مشاكل الاداره الرهيبه اللي كانت موجوده في العهد مجلس الاداره ده او مجلس الاداره السابق، لا الموضوع صعب جدا عليك. ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في المباراه الجايه، ان شاء الله توفيق الكره المصريه، شوف اداء افضل. وكان معاكم هشام حامد في قول كوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.